عملية التصوير الثلاثي، ودي إن شاء الله جاية في الامتحان لأن مفيش ولا استرشادي ولا حتى نموذج أنت حليته يخلو من هذا السؤال. في عملية التصوير ثلاثي الأبعاد باستخدام الليزر كان فرق المسار بين الأشعة المنعكسة 2/3، فإن فرق الطور بدلالة الباي قانونا فرق الطور يساوي فرق المسير أو المسار في 2 باي على اللمدة. أدا 2 باي فرق المسار ب2 باي أو 2 لمدة على، ومعايا لمدة تحت 2 في 2 4 باي على 3. إجابتك ج. والله أنا عاوز أراجع شوية على فرق الطور وفرق المسار، بس الوقت سريع بقى بسرعة كده، ربنا يعيننا ونلحقهم. بسم الله. صلى بنا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وزد النبي صلاة. بص يا سيدي، التصوير المجسم فكرة عمله إيه؟ تداخل الأشعة المرجعية راجعة منين؟ من المراية. طب راجعة من المراية منعكسة، طب أنا رايح ليزر رجعت ليزر، يبقى أنت عندك أشعة مترابطة اللي هي الأشعة المرجعية متفقة في الطور مع الأشعة المنعكسة عن الجسم المراد تصويره. والله أنا عاوز أصور طبعا انتوا عارفين ده مين، انا مش هقول خلاص. فانا علشان اصوره هسقط عليه شعاع ليزر، مش هقول الاسم على الفضائيات اهو. فالجسم بيمتصه ويعيد اشعاعه مره اخرى. طبعا انت عارف ان اشعاع الجسم ده بيكون اشعاع حراري. طب وبعدين هل انت تفاصيل انت وشك مسفلت؟ يعني انت وشك مسفلت كده، ولا وشك فيه مطبات؟ مناخيرك، الجبهة، الوجه، كل ده فيه احنا بنسميه تضاريس. فالشعاع وهو راجع في واحد بيقطع مسافة أكبر من التاني، فأنا عندي هنا فرق مسير بين الأشعة، لذلك بيظهر معايا فرق في الطور. فأنت عندك الأشعة المنعكسة عن الجسم أشعة غير مترابطة. معايا هنا مراية بيسقط عليها نفس ضوء الليزر فبتنعكس ليزر برضه، فهنا أشعة مالها مترابطة. لو قلت لك ايه وبي وسي اي الفوتونات مترابطة هتقوم قايل لي ايه وبي، ايهما مختلفة في الطور هتقول لي سي. حصل هنا تداخل. طب لو انا جيت هنا اهو وقلت لك هنا اف تمثل صورة ثلاثية الابعاد ولا صورة ثنائية الابعاد، هتقول له استاذ ولا ده ولا ده، لان اف ظاهرة تداخل بتديني ايه بقى؟ صورة مشفرة. يعني ايه صورة مشفرة؟ يعني مش باينة لسه، يجب اضاءتها باستخدام يا الله شعاع ليزر. جينا على الهولوجرام هسقط عليه ضوء ليزر علشان يضيء. طبعا المفروض هما زي بعض عشان يبقوا مترابطين، بس انت عارف بقى السبوره شغلها كده. في جزء ينفذ على استقامته ده ما يدينيش حاجه، وفي جزء
ينكسر، يتقابلوا مع بعض هنا، يروح يديني صورة حقيقية، وفي جزء هينكسر الناحية التانية لو خدنا امتداداته يديني صورة ناشئة عن امتداد الجسم. دي صورة تقديرية لا يمكن استقبالها على حائل. طبعا سيادتك بتبص من هنا فانت بتشوف الصورة التقديرية. لو انا قلت لك بقى هنا شخص ايه وهنا شخص من بي، فبي بيشوف الصورة الحقيقية وايه بيشوف الصورة ايه التقديرية لمين؟ لصاحبه. ماشي. المهم تخلي بالك ان الاشعة المرجعية مترابطة والاشعة المنعكسة عن الجسم غير مترابطة لاختلافها في الطور نتيجة وجود تضاريس في الجسم. ركز الله يبارك لك. الليزر على قد ما هو سهل في تكات في النص كده ممكن ايه يوقعك فيه. لو جيت قلت لك يستخدم الليزر في التصوير المجسم لانه هتقوم قايل لانه اشعه مترابطه. هتقول لي يا عم انه لا ينحرف. لا ينحرف ده للتوازي، والتوازي يتحرك مسافات طويله يبقى الشده ثابته. تمام. طيب